بسم الله الرحمن الرحيم. انا لسه مع اللص مسعد مره تانية. تمام، هكمل السؤال اللي احنا اتكلمنا فيه. بيستم الدبابه يركب على الديمكس. طيب هو لو هو بيركب، هل هو هيبقى صح؟ طب هو بيعمل مشكلته ايه؟ انا مش هتكلم، طب انتوا عارفين طبعا لازم ابن المهنه هو اللي يتكلم. انا معايا النهارده السلطان، سلطان النهضه، هو سلطان واحد. هكلمه وهنشوف الموضوع. يا عم مسعد، انا مبسوط ان انا معاك حبيبي يا عم عز. وانا بحاول اطلع منك معلومه. احنا كل ده لصالح العربيه دي. اشتغالات كتيره مع الصناعيه ومشاكل كتيره مع الصناعيه، وانت داري بيها وانا داري بيها كبتاع قطع غيار. صح. انا عايز اقول لكم حاجه، اقسم برب العزه لسه مسعد لما يجي يشتري مني حاجه اقول يا رب استر. بص، انا مش عايز اقول سئيل، لا 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 سئيل، انا بقول لكم قصاد من سئيل في يجي يقول لي دي لا، عايز الحاجه صح الصح. هو بيحافظ على نفسه. عشان كده والله العظيم انا بقول يا رب استر، وبتمنى ان هو ما يبقاش واقف على بنكي. ليه؟ لانه بيضايقني، بس انا الصراحه انا والله بتعلم منه. اذا كان هو استفاد مني ايراد، انا استفدت منه 24 ايراد عشان نديكم المعلومات دي. بس مسعد، ايه موضوع البسم بتاع الدبابه؟ والله هو البيستم الدبابه بيركب، ما بيقولش لا، بس اللي بيركبه ده الحرامي. ده اللي بيركب البيستم الدبابه ده الحرامي. فرق سعر. وفي حاجه، دي عربيه تيربو، دي عربيه تيربو. بيستمها يبقى مجهز بايه؟ لايه؟ للتيربو. انما البيستم الدبابه ال 95 والكلام ده كله عربيه عاده بدون تيربو. ايه وظيفه التيربو؟ حريق زياده، شفط هواء، ضغط. انما البيستم الدبابه ما فيش شفط هواء ولا في ضغط من البيستم على الشكمان، انما ما بيكررش الهواء تاني. ادي ضغط. انما القرص الدبابه مش ممون للتيربو. البيستم التيربو ده ممون لحقن التيربو وحقن الرشاشات وحقن كبس وكل حاجه. اجيب بيستم دبابه اركبه في تيربو ازاي؟ وبعدين تيجي تطلعه لي تقول لي ده انا جايبه لك استيراد او حل زيرو، جايبه لي من تحت ورشتي من الخرده. اقسم بالله انا بايع يجي 3000 بيستم شغالين خرده. انما ده تلاقي بقى معلقهم لك على الحبيله. وميكانيكي برضه امبارح الله يصلح حاله قال لك العربيه دي فيها شمبر مكسور. طلعت ورده التربو الداخليه هي اللي مسربه الزيت. انا كنت عاوز احل له الموتور واوري له الاربع بسادب الشنابر سليمه. ازاي شمبر مكسور وما بتجيبش زيت وما بتنفخش وبتدور مظبوطه؟ انت افهم، انت شغل دماغك. وبعدين عاوز اقول لك حاجه، مش حظ اللي انت شغال او انا شغال، الرزق ده بتاع ربنا. انت ما تتمش في ده ولا في ده، انت راجل اخرك تحل عجل، يبقى خليك في العجل بتاعك وفي شغلك. اخرك تجيب عربيات وتشدها اونطه، شد برضو عربياتك واقلب عادي عك. انما احنا ولا بنتاجر في عربيات، احنا ميكانيكيه مولودين في كارتيره. تمام. طيب ما هو النهارده، ما انا برضو مش عارف يعني. هو النهارده انا عايز افهم هو ركب لي ليه. انا راجل صاحب عربيه دي ميكس، انا محتار. ما انا مش عارف برضه يا عم مصطفى. ما انا صاحب ما عربيه. هو جه الزبون قال له انا مش قادر، قال له لا ده انا عندي طقم استيراد او طقم حل زيرو. ما انا نصيحه، انا ميكانيكي، لو انا جيت اقول لك خد حاجه استيراد او حل زيرو بضحك عليك. ده زبون بيبقى سايبها، اركبها لك برازيل. انت يا عم الحاج انزل هات طلباتك بايدك وقفلها قدام الميكانيكي حتى. استغفر الله العظيم يا رب، مش عايز اقول لك ما تروحش تصلي. اقعد على حاجتك وربنا هيغفر لك الاول. ركب الحاجه قدام عينيك وبعد كده بقى روح صلي، عشان ربنا رحيم. اللي تحت هنا ما بيرحموش بعض. طب تنصح الصناعه بايه يا استاذ مسعد؟ ربنا يهديهم ويبطلوا كلام في سيره الناس، واللي ما عندوش شغل ربنا يرزقه بشغل. اللي ما عندوش شغل ربنا يرزقه بشغل عشان يبطل كلام. انا يعني شايفك ان انت انا طلعت اللي عندك. انا عارف ان انت متنرفز وانت متضايق. لا احنا مش يعني. انا قاعد على الدكه زي ما انتم شايفين، ما بروحش اجيب حد من الشارع ولا بيجي لحد. مطار القاهره عندي ما رحتلوش انا قلت له تعالى اعمل شغل. كام شركه فيش داعي لذكر اسمهم برضو عندي ما رحتش قلتهم لا انا قاعد شيشتي وكوبايتي وتليفوناتي. ما بروحش اجيب الزباين من البيت. يا اخي ده رزق ربنا. صباحك زي الفل. صباح الفل يا عم وانت طيب. وكل سنه وكل صناعياتنا الميكانيكيه وكل سنه لكل صناعيات النهضه والسلام بخير. كل سنه وانت طيب يا مجدي، كل سنه وانت طيب يا يوسف، وكل سنه وانت طيب لكل المسلمين كلهم. وبعدين ان شاء الله انا هسيب مجدي ابني اللي يرد الدور الجاي باذن الله ان شاء الله. شكرا يا استاذ مسعد.